أهلا بكم في قناة قصص وروايات. هكلمكم النهارده عن الوردة اللي كبرت في الصحراء، قصة مليانة أمل وفكرة تفتح القلب. كان يا ما كان في وسط صحراء كبيرة واسعة ما فيها شي غير رمال ساخنة وهواء جافة. كان كل حاجة فيها ميتة ساكنة، لا لون ولا صوت. في المكان ده كان الناس لما تعدي تحس بالوحدة وبالخوف، وكل واحد يقول مستحيل يطلع فيه حياة هنا، دي أرض ميتة ما فيها أي أمل. لكن في يوم حصلت معجزة. في نص الرمال طلعت وردة صغيرة، أيوه وردة لونها أحمر زي النار، وأطراف ورقها ناعمة زي قلب طفل، ساقها رفيع بس واقفة بشجاعة تتحدى الشمس والريح. كل من يعدي من جنبها يقول إيه ده، وردة في الصحراء، إزاي عاشه؟ دي معجزة. الوردة ما كانش عندها ميه كفاية، ما كانش عندها ظل تريح فيه، كل حواليها رمال وصهود وهوى ساخن. بس مع كل ده كانت كل يوم تفتح ورقها وتقول أنا هفضل أفتح وأنور وأدي أمل حتى لو ما فيش حد يشوفني. لما الطيارين يعدوا فوقها يبصوا من السماء يشوفوا اللون الأحمر في نص الصفر ويقولوا شوف جمال في نص الخواء. لما بدوي يمر يقف ويبص عليها يحس إني لسه فيه أمل. وفي يوم طفل صغير كان تايه في الصحراء عطشان وخايف ما بيعرفش يروح فين. بص قدامه لقى شيء بيلمع، قرب لقى الوردة، قعد جنبها شم ريحتها، حس براحة كأن الدنيا بطلت تخوفه. قال لنفسه طولما فيه وردة طالعة في مكان ميت أنا كمان أقدر أكمل. الوردة ما كلمتهوش، بس نورها كان كافي يرجع الأمل في عين الطفل. من ساعتها بقيت الوردة رمز، كل من يعدي من جنبها يقول في نص أصعب مكان طلع جمال. إذن الأمل ما بيموتش، العبرة مكانك، ظروفك، وحدتك ما يحدد شقيمتك. اللي جواك أقوى من أي ظرف، خليك نور حتى لو كل حواليك ظلام. الجمال يقدر يطلع في أصعب الأرض، زي الوردة اللي كبرت في الصحراء. لو حبيت القصة ما تنساش تعمل لايك إيدن وتشترك في القناة سبلن عشان تسمع كل جديد من قصص وروايات. شكرا لدعمك.